مساء الخير عليكم يا اعظم جمهور سينمائي على الانترنت. وحشتني سلسله اعظم 100 فيلم اللي من خلالها برشح في التقييم الشخصي ومن غير ترتيب اهم 100 فيلم لازم تشوفوهم. منهم اللي اعتقد ممكن يكون جديد او مش معروف او مش مألوف بالنسبه لكم، وفي طبعا اللي شفتوه بس بحاول اظهر ليه الافلام دي مهمه. وعارف ان انتوا بتحبوا اسلوب الفيديو اساي اللي انا ابتديت بيه، وفعلا رجعت بالسلسله دي بفيلم ريجينج بول بفيديو اساي. لكن لما عملت فيديو اساي لفيلم النهارده او اي فيلم عربي، يوتيوب عمل له بلوك علشان حقوق الملكيه. البلوك بيحصل لي بس في الافلام العربي. شركات الانتاج الاجنبيه فاهمين ان الفيديوهات دي مش معموله اساسا للربح، بس العربي عندنا للاسف يعني نقول ايه بقى. المهم، الهدف ان احنا بنشارك مع بعض حب الافلام. بحب اكلمكم عن الافلام اللي بحبها، وبحب اسمع واقرا تعليقاتكم عن الافلام اللي انتوا بتحبوها. ندخل بقى على فيلم النهارده، وهو حب في الزنزانه، انتاج 1983، تاليف واخراج محمد فاضل، مخرج تلفزيوني كبير جدا من فطاحل التلفزيون المصري، الرايه البيضاء، ابو العلا البشري، احلام الفتى الطائر. وفي الافلام ده احلى فيلم ليه في رايي. السيناريو والحوار لابراهيم الموجي. عمل افلام تانية حلوه برضو لعادل امام في الثمانينات زي المشبوه والنمر والانثى. المزيكا للرائع عمار الشريعي الله يرحمه، واعتقد ده اول فيلم يعمل له موسيقى تصويريه. وطبعا احنا عارفين ان عمار الشريعي كان كفيف، فلما تتفرجوا على الفيلم عايزكم تركزوا على جمال المزيكا ودقة تسكينها في المشاهد واللحظات جوه الفيلم. حاجة فظيعة، مش عارف عملها ازاي. الفيلم بطولة طبعا عادل امام وسعاد حسني، وهتكلم عنهم بالتفصيل. وفي برضه يحيى الفخراني في دور حلو جدا ليه، وشكله كان متميز، كان عامل سكسوكه بتاعت فنان كده لايق عليه جدا. جميل راتب في دور رجل الاعمال الفاسد الجشع الشرنوبي، كان متمكن جدا من ادوار الفيلن في الفتره دي. والدور اللي غير نمطي على الاطلاق كان لعبد المنعم مدبولي في دور مساعد جميل راتب ابو الفتوح. عبد المنعم مدبولي الكوميديان الطيب، بابا جدو، الاب في الحفيد، الكوميديا الكلاسيكيه، طالع في دور الشخص اللي بيخلص كل اعمال الشرنوبي القذره، وعمل الدور حلو جدا. درس والله للممثلين اللي عايزين يمسكوا في دور وشكل واحد طول عمره. اما عادل امام وسعاد حسني بقى، فده من احلى ادوار الاتنين. ده تاني فيلم يشتغلوا فيه مع بعض بعد المشبوه اللي اكيد هيجي في القائمه بتاعتنا، والاتنين مع بعض عندهم كيمياء وحضور غير طبيعي، المعنى الحرفي التعبير بيعلوا بعض. عادل امام كان ابتدى بقى ينوع جنب الكوميديا ويعمل ادوار دراميه ورومانسيه واكشن. في الثمانينات خلاص عادل امام قرر ان هو اللي هيرسم مستقبله بايده، هيبني البراند بتاع عادل امام، فنان عنده خطه رسمها لنفسه انه يبقى الزعيم. والافلام دي في اوائل الثمانينات كانت اول خطوه في السكه دي. وسعاد حسني كانت دخلت في الفيز او الفقره الرابعه من كاريرها. انا بشوف ان الفيز الاول كان البدايات، اشاعة حب، سفيرة عزيزة، والافلام اللايت بتاعتها، لحد الفيز التاني اللي بدأ بالزوجة التانية والشروق وغروب والافلام دي، وكمل لحد الفيز التالت في السبعينات، خلي بالك من زوزو، الاختيار، الكرنك. والفيز الرابع لما اشتغلت مع مخرجين الثمانينات زي في المشبوه، موعد على العشاء، حب في الزنزانة، وطبعا هو وهي. كان عندها 40 سنة في الفيلم ده، وكانت اوريدي عملت حوالي 80 فيلم، وكانت دخلت برضه في الفيز الرابع من جمالها. الفيلم مشوق جدا، واحداثه وشخصياته بيشدوا على طول الخط. لكن اكتر حاجه بحبها في الفيلم ده هو انه جواه واحد من احلى واجمل واعذب الافلام الرومانسيه القصيره في السينما، مش المصريه بس، السينما المصريه والعالميه. حدوته وقوع عادل امام وسعاد حسني في حب بعض. الفيلم القصير ده ممكن يتقسم على 4 فصول. الفصل الأول هسميه المنديل الأخضر، بيفتح على عادل إمام فاقد الأمل في الحرية، وبيطل راسه من حتة إزاز مكسور، وفي وسط المشهد الرمادي والعالم الخالي من الألوان ده بيلمح لون أخضر بيسحبه إنه يكتشف فيه إيه. فبيشوف الستات اللي في سجن النساء والرجالة اللي في سجن الرجالة بيلاقوا بعض من بعيد، وبنشوف واحدة واحدة عادل إمام وهو بيزيد فضوله وحماسه للي بيشوفه. وفجأة سعاد حسني تشد انتباهه وهي لابسة المنديل الأخضر، والجميل انه في الحقيقه مش شايفها كويس، هي بعيده جدا، صوره ضبابيه اوت اوف فوكس، مجرد لون اخضر. لكن مع ذلك بيتشد ليها ويقرب جنب بقيه المساجين الرجاله، ويبتدي ينادي بخجل المنديل الاخضر، وطبعا محدش سمعه. وقبل ما يفقد الامل على طول المنديل الاخضر يظهر تاني فترد فيه الروح. الفصل التاني هسميه مزيكا، ولما تتفرجوا عليه هتعرفوا ليه. اليوم اللي بعده عادل امام بيجيب حته قماش خضرة وبيشاور بيها على امل انها تشوفه، وتظهر سعاد حسني زي الملاك، ويا ربي على جمالها وجمال ابتسامتها لما تلاحظ المنديل الاخضر، فتقوم شايله منديلها وتبتدي ترد عليه. ومع انهم لسه مش شايفين وش بعض بوضوح، بس حركه ايديهم وتعبيرات وشهم ومزيكا عمار الشريعي، كل ده بيخلق احساس سينمائي ساحر جدا. والمزيكا هنا بقى مع روعه اداء عادل امام وسعاد حسني اللي من غير كلام هي اللي بتحرك المشهد. ايقاع المشهد ايقاع موسيقي جدا، في تصاعد، المزيكا مع المشاعر والمشاعر مع المزيكا. والأول مرة في حبس يبتسم ونور الشمس الدافي على وشه من خلال القضبان، لأول مرة بيدخل لقلبه الأمل.
الفصل الثالث من الفيلم الرومانسي القصير ده بسميه فايزة. بيعرف من زمايله ان ممكن يبعت لها جواب، فبيبعت لها اول رسالة. وحلاوة الاخراج والكتابة ان مش بيبعت جواب وبنقطع على طول نشوفها بتقراه، لا دول يورونا رحلة الجواب وياخدوا وقتهم من عنده لعامل الزبالة على الحمارة بتاعته، وياخدوا وقتهم في الطريق، وبوابات سجن النسا تفتح علشان تدخل عامل الزبالة على الحمارة ولا كأنه فارس داخل قلعة جايب مرسال لملك. متصور حلو جدا. سعاد تقرا الجواب تتأثر جدا وترد عليه بجواب. وسعادة عادل إمام في وصول الجواب لا توصف. تاني عادل إمام تعبيراته قوية جدا، وينط سلالم السجن لزنزانته مش قادر يستنى ويفتح الجواب ولأول مرة يعرف اسمها. الفصل الرابع بسميه على اسم جملة بتقولها سعاد حسني لعادل إمام في آخر جواب ليه، بتقوله سيبني أعرفك بقلبي. بتستمر الجوابات بينهم لغاية ما يقرروا ان هما لازم يتقابلوا، فيتفقوا ان هما هيكونوا في النبطشية اللي سجن الرجالة بيبعت فيها العيش لسجن النسا، لان سجن النسا ما فيهوش فرن. هما لسه لحد دلوقتي ما يعرفوش شكل بعض، وسعاد حسني بشاعرية شخصيتها تقوله بلاش نوصف لبعض شكلنا او يكون في علامة نتعرف فيها على بعض. تقوله سيبني اعرفك بقلبي وتعرفني بقلبك، لو عرفنا بعض يبقى ارواحنا مرافقة بعض. ويوصل عادل إمام مع بقية مساجين النبطشية بالعيش على سجن النسا، والأول مرة يكونوا مع بعض في نفس المكان. وندخل في السسبنس، يا ترى هيعرفوا بعض ولا لأ. المزيكا تسكت والكاميرا تاخد وقتها، هي مين فيهم؟ الكاميرا بتحوم بتدور ما بتثبتش على وش معين، وعيون عادل إمام زي عيون الصياد، والستات اوت اوف فوكس، وهي بتحاول تسمع قلبها هيدلها عليه ولا لأ. وبعد سكوت موسيقي بيطول جدا مع نوتة مزيكا واحدة وبان سريع، تثبيتة كاميرا مفاجأة على وش عادل إمام بتتعرف عليه، قلبها بيدلها عليه وهو قلبه بيدله عليها. وأرجوكوا خشوا اتفرجوا على المشهد ده بعد الحلقة علشان تشوفوا أحلى وأجمل ديالوج بيحصل ما بينهم من غير ولا كلمة، كله بالعيون والابتسامات والمزيكا. فيلم جميل بشكل، اتمنى اكون حببتكم فيه اكتر وحببتكم في السينما المصريه اكتر واكتر، اللي هو كان السبب اصلا ليه بدات سينماتولوجي. شكرا تاني يا اعظم جمهور سينمائي على الانترنت. افكركم لو سمحتوا تعملوا لايك وسبسكرايب لو الحلقات عجبتكم، واشوفكم الحلقه الجايه. سلام.